تخيلوا معايا مدينة تارودانت، الهدوء ديال الليل وهاد الواعر، وفجأة كيتفرقع واحد الخبر اللي غيحبس الدم في العروق ديال المغاربة كاملين. جماجم بشرية وبقايا من لباس موسخ في الخناشي ومرمية في جناب الواد. ريحة الموت كانت في كل بلاصة، والأسئلة بدات كتكتار: شكون هادو؟ وكيفاش وصلوا لهنا؟ وشكون هاد الوحش اللي قدر يقتل بدم بارد ويدفن الأحلام ديال العائلات كاملة تحت التراب؟ اليوم غادي نرجعوا بالزمان لورا، البداية ديال واحد من أبشع الكوابيس اللي عاشها المغرب. قصة عبد العالي الحاضي ماشي غير مجرم عادي، بل لوز محير. واش هو سفاح بالفطرة أم أن المجتمع هو اللي صنع هذا الشيطان؟ وباش نفهموا هذه النهاية خاصنا نركبوا في قطار الماضي ونشوفوا أول محطة في حياة هذا الشخص. السلام عليكم مشاهدي الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد وقصة جديدة. اليوم غادي نناقشوا واحد القضية اللي بقى مأثرة فينا إلى يومنا هذا. كل شيء بدا في مدينة تارودانت، مدينة زوينة، الناس هضريفين، ولكن خرج منها واحد المجرم اللي هو خطير، اسمه عبد العالي الحاضي. عبد العالي تزاد عام 1962، كبر وسط عائلة فقيرة، كان قريب من امه بزاف. باه كان خباز كيقيل قدام الفران والعافية باش يجيب الطرف ديال الخبز، والام مرة درويشة لا حول لها ولا قوة. العيشة ديالهم كانت قاصحة بزاف. عبد العالي كبر وهو كيشوف في الدراري صحابو لابسين واكلين مزيان، وهو ديما نقصه شي حاجة. دخل المدرسة وصل لابتدائي، ولكن في 1975 فاش كانت عنده تقريبا 13 عام الظروف زيرتهم بزاف، والأم ديالو كانت مريضة وتوفات. مشات اللي كانت تحن فيه وتحيد لراسها وتعطيه، لقى راسو يتيم ضايع في واحد العالم اللي هو ما كيرحمش. باه اللي كان خباز وهدو ليه السنين والعافية ديال الفران جهدو، ما صبرش بزاف وتزوج مرة أخرى. وهنا بدات المعاناة الحقيقية ديال عبد العالي الحاضي. زوجة الأب كانت مرة قلبها حجر، كانت كتشوف في عبد العالي الحاضي واحد الثقل كبير زايد في ديك الدار، ومعاد زادو عندها هي جوج ديال الوليدات، ولات كتشوفو بحال شي براني. كانت كتهملو، كتخليه بالجوع، والأخطر من هاد الشي هذا كانت كتحرش عليه باه كل ليلة. كانت كتقول لباه هذا الدري راه غير كياكل وكيشرب وكينعس، القرايه ما غيدير منها والو، نوض خرجو من المدرسه يمشي يخدم ويجيب لنا الصرف. وباه اللي كان ضعيف الشخصيه قدام مراتو سمع ليها، ونهار على نهار بدات الضغوطات على عبد العالي. كيقول ليه باه قرانك راهم خدامين وهازين رسوم، هاد القرايه ما غتوكلكش الخبز، نوض تعلم ليك شي حرفه وخدم على راسك، انا راه عييت. عبد العالي لقى راسو خارج من القسم وهو باقي صغير، مليوح في الكراجات ديال الميكانيك وسط الوسخ، بلا حنان وبلا رحمه. هاد الحقره اللي خلات قلبو يبدا يقسح من الجهه ديال عائلته ومن جهه المجتمع. هنا الاخوان خاصنا نحبسوا ونفكروا واحد شويه. واش لاحظتوا كيفاش سلسله من الاحداث الصغيره بحال موت الام وقسوه زوجة الاب بدات كتصنع هاد الكارثه؟ بزاف من الناس كيحسب لهم باللي المجرم كيتزاد مجرم، ولكن حالة الحاضي كانت كتقول لنا باللي الاهمال الاسري
هو أول مسمار كيدق في نعش البراءة. واش في نظركم لو لقى هذا الطفل يد الرحمة في ديك اللحظة كان غيتغير المصير ديالو وديال الضحايا اللي غيجيو من بعد؟ شاركونا رأيكم في التعليقات. ودابا يلا نكملوا القصة ونشوفوا شنو هو الحادث الصادم اللي وقع في سنة 1975 وكان هو النقطة اللي خلت الحاضي فقد السيطرة. مشى كيخدم متعلم عند واحد الميكانيكي ومن الصباح حتى الليل، وهو وسط المسامر والكريس والزيت تحت الطوموبيلات كياكل الدق والهضره القاصحه من عند المعلم. وواحد الليله اللي ما كانش في الحسبان، عبد العالي تعطل في الخدمه وخرج في وسط الليل جاي في الطريق، والزناقي ديال تارودانت داك الوقت كانوا خاويين ومظلامين وهو غادي لدارهم. خرجوا ليه واحد الوحوش بشريه، كانوا كتار 7 أو 8 ديال الشبان، خطفوه وداوه للخلا بعيد تما مات فيه الروح وهو باقي حي. تكرفسوا عليه بطريقه خايبه، بكى وطلبهم ما حنوش فيه وما لقاش اللي يعتقوا منهم. تكرفسوا عليه بواحد الطريقه بشعه وبلا ما نشرح لكم راكم غادي تعرفوا. عبد العالي اللي كان كيتمنى يكون ميكانيكي واعر ولا راجل صالح مات وتولد واحد المسخ جديد لداخل ديالو. ملي تلقوه دوك المجرمين اللي خطفوه رجع لدارهم، دخل لواحد البيت وسد عليه، ما كلا ما شرب وما قال حتى شي واحد شي حاجه. بقى كياكل في راسو وكيشوف في المرايه كيحس براسو موسخ. الايام دازت والجرح اللي لداخل ما بغاش يبرى، كيحس براسو عايش في الجحيم. في الذكريات ديال ديك الليله السوداء بقى تابعه وقرر يهرب. مشى لنزكان في اكادير، خدم في البني ورجع للميكانيك تاني، ولكن فين ما مشى كيحس باللي الناس كيشوفوا فيه ديك الشوفه ديال الاحتقار. كان كيمشي يشرب حتى كيفقد الوعي ديالو، وكان كيستعمل الممنوعات اللي متوفره حسب الجيب ديالو. كان كيدير كل شيء غير باش يسكت داك الصوت اللي في راسو اللي كيقول ليه انت ماشي راجل، انت ضحيه. في الاخير لقى راسو راجع لتارودانت، رجع لمدينته، ولكن هاد المره سكن بوحده في واحد البراكه ديال القصدير في منطقه خاليه. براكه ما فيها لا ضوء ولا ماء، فيها غير فراشو موسخ وعامر بريحه الكآبه. لقى خدمه بسيطه كيعاون واحد كيبيع السندويتشات فوق موتور ديال 3 الروايد. هاد الخدمه كانت تقريبا في المحطه وهي اللي عطاتو الغطاء باش يبدا يجيب الضحايا ديالو. فتخيلوا معايا حياة هاد الشخص من هاد اللحظه بحال شي قطار غادي في الظلام وبلا فران. هاد الحديث كان هو المنعرج الاخير، ومن بعده القطار خرج على السكه وطاح في هاويه ما منهاش الرجوع. في 2001 الغول اللي لداخل ديال عبد العالي كبر بزاف، ما بقاش قد يصبر ولا ينسى داكشي اللي داز عليه. بغى يبرد غدايدو في المجتمع، ولكن شكون الضحيه السهله؟ هما الدراري اللي كيشبهوا ليه فاش كان صغير، الدراري اللي مقطوعين من شجره ومشردين في المحطه والقهاوي وكيمسحوا الصبابط وما عندهم حتى شي حد اللي يسول فيهم ولا ينتبه للغياب ديالهم. كيمشي للمحطه د الكيران في تارودانت، كيجلس كيشوف الدراري، كيبان ليهم راجل شيباني ظريف كيهضر بالشويه، كيقرب من الدري كيعطيه شي حاجه ياكلها، كيسولو على حالو، فين غادي يا ولدي، واش كليتي؟ الدري مسكين كان كيشوف فيه الامان. وعود العالي كيقول ليه اجي معايا للدار، عندي الماكله بزاف وغادي نعطيك شي فلوس باش تعاون بهم راسك ونعطيك فين تدواش وتنعس مرتاح. الدري كيمشي معاه وهو فرحان، كيقول باللي راه لقى فاعل خير. وكيمشيو في ديك الخلا، كيوصلوا للبراكه، غير كيدخلوا
عبد العالي كيسد الباب بالقفل، تما كيتغيروا الملامح ديالو كيف داك الوحش اللي عنده لداخل، وكيتعدى على الدري بطريقه بشعه. وبلا ما نزيد نشرح لكم اكثر، داخل ديك البراكه كان عبد العالي كيعاود الفيلم اللي طرا ليه، وبديك الشيء اللي كيدير كيحس انه كياخذ الثأر من الناس اللي تعداو عليه وهو صغير. عبد العالي كيسالي وكيشوف في الدري وكيقول الا بقى عايش غيتعذب بحالي، وعمره ما ينسى هاد الشيء اللي درت فيه. كيصفيها ليه بطريقه خايبه وصعيب يشرحها لواحد. كان كيبغي يحس بالروح وهي كتخرج بالشويه. ومن بعد ما كيموت الدري كيشعل واحد السيجاره وكيجلس حدا الجثه كيهضر معاها. ملي كيكمل كيهز البلا كيحفر تحت السرير ديالو، وهذا غير اسم السرير، اما هو راه غير خشبات جمعهم ولقاهم ودار فوقهم واحد البونجه قديمه كينعس عليها. كيدفن الدري وكيرد عليه التراب وكيبقى يبرك عليه برجليه وكيجلس عليه باش داك التراب يولي يتقاد، وكيولي يرد له الفراج ديالو فوق منه وكينعس فوق ديك الحفره ديال الجثه. هاد العمليه دارها 8 ديال المرات، يعني 8 ديال الدراري اللي غبر، وكان عمرهم ما بين 10 سنين و 15 عام. كلهم تدفنوا تحت الناموسيه ديالو مده 3 سنين، وهو كيدير في هاد الجرائم، كياكل ويشرب فوق مقبره جماعيه صنعها بيديه. لكن رغم هاد البرود ديالو بدات اللعنه كتبعو، بدا كيشوف الخيالات ديال دوك الدراري، وكل شي كينعس الا هو كيبانوا ليه واقفين قدامه في ديك البراكه. وفي 2004 وقعت المفاجأة، مول الأرض قرر يبني تما، وعبد العالي الحاضي خاف وقال ليه راسو في واحد الليلة ينوض يجبد دوك العظام اللي بقاو من الضحايا ديالو. دارهم في واحد الخنشة وداها رماها في الجنابات ديال الواد الواعر، كيحسب ليه باللي الماء والوسخ غيخبيو الجريمة، ونسى أن الروح عزيزة عند الله. في واحد الصباح ديال غشت 2004 الناس لقاو العظام البشريه والجماجم ديال الدراري الصغار. المدينه تخلطات وكل شي تجمع حدا الواد، والبوليس والشرطه العلميه التحقوا لعين المكان. كان واحد الاستنفار كبير وكل شي بغى يعرف اش كاين. خداو دوك العظام للمختبر الجنائي اللي كاين في الدار البيضاء، وجا التقرير من بعد قالوا ان هاد الجثات ديال 8 ديال الدراري ماتوا مخنوقين بعد ما تعدى عليهم شي حد. المدينه ولات رعب، ما كاينش اللي كيهضر على شي موضوع من غير هاد الموضوع ديال هاد الفاجعه، وكل شي كيقول شكون هاد الوحش اللي دار هاد الفعله. البوليس بقاو كيبحثوا في كل صغيره وكبيره. واحد البوليسي رجع كيقلب في الجناب ديال الواد، وسط دوك الازبال لقى واحد الخنشه اللي كانوا فيها العظام البشريه، وجبد منها واحد الورقه موسخه مكتوب فيها الحاضي وشي ارقام. هذا الخيط كان هو اللي وصلهم لعبد العالي الحاضي. مشاو كيقلبوا على اسم الحاضي، سولوا المقدمين، وبحكم ان المدينه ما كبيراش دغيا لقاو الناس اللي كيعرفوه في المحطه. واحد الدكالي تما قال لهم عبد العالي الحاضي هذاك واحد خينا درويش كيعاون في واحد العربه ديال الماكله، وديما كيكون هنا كيدور مع الدراري الصغار، ولكن هادي يومين ما بانش، راه كيسكن في واحد البراكه بعيده في ارض المخاطيه. طلعوا البوليس لديك المنطقه، وهي هاد البلاصه هادي خاليه وقاسيه. تما بان ليهم واحد البيت ديال القصدير معزول بوحدو، وملي قربوا ليه الريحه ديالو كانت خايبه بزاف. حصروا البراكه، دخلوا عليه، لقاو الراجل جالس فوق السرير ديالو كيشوف فيهم بهدوء غريب، ما هربش وما قاومهمش. شاف البوليس وقال لهم واحد الجمله بقات مسجله في التاريخ،
قال لهم مرحبا بكم، تعطلتوا عليا. هاد الدراري اللي قتلت والله ما بقاو كيخليوني الناس، فكوني منهم. وهاد الشي اللي لداخل وبقى كيشير بصبعو لصدرو راه اكثر من الجهد. اعتقلوه وداوه، داروا معاه التحقيق وعاود ليهم كل شيء. وفي المحكمة الجلسة كانت حامية. القاضي وهو كيشوف التصاور ديال إعادة تمثيل الجريمة والتصاور ديال الدراري سولو بواحد الصوت فيه الغضب والحيرة: يا عبد العالي، واش قلبك حجر؟ كيفاش قدرتي تقتل الملائكة صغار، تغديهم وتغدرهم وتمشي تنعس فوق الجثث ديالهم؟ واش ما ندمتيش؟ عبد العالي بقى كيشوف في السقف، وجهه ناشف، وحاول بكل برود خلى القاعة تسكت. يا سيدي القاضي، داكشي اللي درتو بيني وبين الله. المجتمع ما رحمنيش ملي كنت انا صغير، والدراري كنت كنشوف فيهم راسي، كنت كنقتل راسي في كل واحد فيهم. ديروا فيا ما بغيتو، الموت عندي احسن من هاد العيشه. من بعد تنطق الحكم بالقنبه، وكل شي عارف القنبه شنا هي. وفي ديك اللحظه عبد العالي ما تغير فيه والو، ما بكى ما غوت ما طلب السماح، نزل راسو ومشى مع الحراس لواحد الزنزانه انفراديه في السجن ديال ايت ملول. تما بدات المرحله الاخيره ديالو مع الحياه. في الحبس عبد العالي ما بقاش كيهضر، كيقضي وقته كامل وهو جالس في واحد القنت كيشوف في السقف، وراسو بحال كيسمع شي هضره ما كيسمعها حتى شي واحد من غيره. الحراس قالوا باللي كيبدا يغوت في وسط الليل بواحد الصوت كيجيب القشعريره، وكيقول بعدو مني والله ما كنت باغي، وهما اللي قالوا لي. كان كيتخيل الضحايا ديالو 8 دايرين به في ديك الزنزانه كيرجموه بالحجر، والحاله الجسديه ديالو تدهورات بزاف، ووجهه ولا بحال الكرتون، وعينيه غرقوا في بلاصتهم. الغول اللي كان كيتلدد بالقتل والتعدي ولا غير حطام ديال انسان كيتسنى الموت بحال شي رحمه. واحد النهار سولو واحد من الحراس، قال ليه: يا عبد العالي، واش بصح ما ندمتيش؟ واش هاد الضحايا ما كيبانوش لك في المرايه؟ عبد العالي شاف فيه بواحد الشوفه ميته، وقال ليه: المرايه تهرست هادي سنين ولدي، انا دابا كنشوف غير السواد، وكنت كنظن باللي الا قتلت غنرتاح من داك الوجع ديال صغري، ولكن حطيت راسي في حفره قبل ما نحفر ليهم. انا دابا ميت اللي كتشوفوا قدامك غير جثه كتنفس. وفي اللحظات الاخيره ديالو قبل ما يموت، سواء بمرض او بتبعات السجن القاسي، تذكر كاع داكشي اللي داز عليه، تذكر مو اللي مات وخلاتو يتيم وتكرفس من موراها، تذكر وجه الزوجة الاب اللي كانت كتعمر عليه باه وكتكرهو فيه وبسببها خرج من الدار، تذكر ليلة 1975، الليلة اللي تسرقت فيها الطفولة ديالو. كانت النهاية ديالو باردة وكئيبة بحال حياته. مات عبد العالي ودا معاه أسرار أكتر ديال المعاناة، ولكن خلى وراه جرح ما كيبراش في مدينة تارودانت، خلى عائلات اللي العمر كله ما غيبردش ليهم غدا يدوم، وخلى قصة كتقرا العبرة باللي الوحوش لا تولد بل تصنع. هنا كتسالي قصة سفاح تارودانت، قصة بدات بدموع طفل يتيم وسالت بدم دراري صغار ما ليهم حتى ذنب. هذه دعوة لكل أب وكل مجتمع: أردوا البال لوليداتكم، حيث الحقرة والإهمال يقدروا يحولوا طفل بريء لقاتل متسلسل كيهز أركان بلاد كاملة.